السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. يا ربي وقتاش يوصل هذا الاعلان ديال شكون غادي ينظم كاس افريقيا 2025. هاد الناس راه قريب يهبلوا، راه ولاو ينعسوا بالمغرب ويفيقوا بالمغرب. حنا عندنا ملف اقوى من المغرب، حنا موتسيبي جلس عندنا من البدايه حتى النهايه. حنا جا عندنا انفانتينو هما ما مشاش عندهم، وفهمناكم بالخشيبات، فهمنا عرفنا عارفين باش نفهموكم. يا ودي المغرب راه ما محتاج المراقبه، المغرب مشى لواحد ستاج اخر. نتوما راه من الخوف ديالهم منكم جلسوا الرئيس من البدايه حتى النهايه، حاطيكم خايف لا ديروا شي مصيبه ولا ديروا شي كارثه. يا ودي باش نفهموكم هادشي، موتسيبي ما جاش المغرب، هذا شكون هذا؟ مع جا عاد خلي يضرب ماتش في المغرب بالقميص ديال المغرب، بكثرة ما عجبو قال لهم نولي نعاود ماتش اخر اليوم، ولا عاود ماتش اليوم عاوتاني بالقميص ديال المغرب اللي جا معاه صراحه. تشوف لي الشوفه اللي كيشوف شو تبارك الله، وهازا هو الشكيكيره ديال المغرب وكيتفرج في اللاعبين القدامى ديال المغرب. تشوف لي الضحكه ويتك على الضحكه عاوتاني. الله هادي نقطع دراعي الا كان دارها عندكم، ياك جا عندكم نقطع دراعي الا كان دار هاد الضحكه عندكم وكان فرحان بحال هكا. اش كيدير؟ يا القرع عجبك الربيع ولا انت وجهك هذا قرع؟ اي لا عمي انفانتينو كيمشبوح لا والو، عجبك الكازوال معلم، تشبح مع راسك خذ راحتك. اما دام انت في بلاد العز وبلاد الرجال خذ راحتك. هاي لا عمي القجع اش جالس يبيض في عباد الله. هذيك عمي القجع هذا هو اللي مبربل الجزائر، هذا هو اللي مرضهم. تخيل دوله بكلابها بدبلوماسيتها برئيسها شنقريحها بكلش ضد هذا السيد هذا فوزي القجع، واحد مرون دوله. ملفنا قوي، حنا عندك دق وحنا وديش عندك دق هو مقصر ماتش وانتوما جالسين تنبحوا وما مفراسوش كاع مريق الامور ديالو، ها هو مقصر داير ماتش مع انفانتينو ما هواش هنا والناس عيهبلوا. الملف ديالنا قوي، عندنا الفنادق، عندنا المطارات، عندنا البنيه التحتيه، وهذا مسكين اللي داير جلده ديال الحليب خازنها في ظهره، هذا مشوش من حاله مسكين بالفرحه خازنها في الكوب ديالو ولا يسرقوها له. خرجونا عب الشفاوي عندنا وعندهاش عندكم هو ولد السبع قصار ماتش ما هواش هنا كاع. والله يشافيكم، الله اول جوج تعسوا بينا وشفيقوا بينا مالكم الحاج. وكيف العاده خليكم تضحكوا شويه مع اعلام الكراغيله، ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات، واللي مازال ما مشتركش معنا يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. لو يعني وضعنا وقارنا الملفات يعني على الطاولة، فالملف الجزائري هو الملف الأقوى. فبدأ هذا الطرف يلجأ إلى الكواليس وإلى اللوبي الذي يملكه في قادرة بكل الوسائل وراهي عازمة باش يكون الملف ثقيل بإذن الله، وإن شاء الله تكون لصالح الجزائر. الحالية اللي قامت بدور جبار كبير بزاف اللي تاع لوفرتور تاع لاشان اللي كانت جد 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 هايله. يعني الحق احنا تفرجنا في التلفاز وشفنا بلي لوفرتور ولا لاكلوتور كانت انا شخصيا من عالميه من بين احسن اللي شفناها كما في الشامبيونز ليغ ولا اكثر. هذه صراحه يعني خاصه يعني كما يقولوا التنظيم وفي ملاعب اللي دارتها الدولة ما شاء الله، اللي هي ملاعب عالمية كذلك بدخول المتفرجين، وكان حماس جد ما شاء الله، ومشجعين كذلك الأنصار الخضر كانوا في القمة. والحمد لله النهائي كان على الجزائر، ولكن نهائي بضربة الجزاء كان ما صحتنا الحظ كما يقول لك في ضربة الجزاء كان لادفيرسير، وحنايا كنا كان الجزائريين او لاعبين جزائريين كانوا وجدوا كما احنا نقولوا من احسن في هذه الدورة، ولو غياب بعض الدول المعروفة، ولكن الجزائر كانت حاضرة بقوة بشعبها وبالدولة تاعها كذلك وبمتفرجين تاعها وباللاعبيها. نهائي شان هذه حصيلة جد إيجابية، أفضل دفاع أفضل هجوم رغم النقائص الموجودة على مستوى التكوين تحدثنا عليها. كل هذه هي النقاط الإيجابية تصب في صالح ملف الجزائر في احتضان كان 2025. محمد يعني الآن ربما نظرا لما قدمته الجزائر في هذا الشان وفي هذا الشان وحتى في البحر الأبيض المتوسط، وكما أشار الضيف حضر معنا مولود حول المنتخب أقل من 17 سنة الذي توج كذلك بكأس العرب في الدورة التي استضافتها مدينة مستغانم المضيافة. يعني كل هذه النجاحات وهذه التنظيمات، هذه هي المسابقات يعني تصب في صالح ملف الجزائر لاحتضان
كان 2025. صراع اشتد في آخر منعطف إن صح التعبير قبل الإعلان والإفصاح عن البلد المنظم اللي كان 2025. ولكن محمد بعد هذا التنظيم نظن أن الجزائر في أفضل رواق لظفر بتنظيم كان 2025. ان شاء الله نتمناو ان شاء الله في 25 نكونوا احنا نديروا شغل كما قلنا في الجزائر، على حسب الملاعب اللي عندنا، على حسب الفنادق اللي عندنا ما شاء الله، وعلى حسب الامكانيات ان شاء الله نجموا نديروها ولا اكتر بربي. يعني توقع انه انه الجزائر تنال شرف تنظيم محمد، ولا ما تدخلوش الكواليس نكونوا احنا فيها ان شاء الله. يعني ان شاء الله. هذا هو الجانب فقط الذي يعمل امكانيات المنافس والخصم يعمل الا في الجانب اللي تحدثت عليه وهو الكواليس، لانه يدرك لو يعني وضعنا وقارنا الملفات على الطاوله، فالملف الجزائري والملف الاقوى فبدا هذا يلجا الى الكواليس والى اللوبي الذي يملكه في داخل بيت الكاف. يحاول يعني متأخرا، لأنه كان يظن أنه الأمور يعني تمشي في اتجاه معين، ولكن انقلب السحر على الساحر بعدما رفض التنقل للمشاركة، فاختلطت الأمور. وشفنا حتى في حفل الافتتاح حضر رئيس الفيفا جياني انفانتينو، وشفنا رئيس الكاف اللي حضر كما أشرنا من البداية إلى النهاية. هذه كلها مؤشرات توحي بأن الأمور تغيرت والموازين انقلبت، والآن يعني الجزائر في أفضل رواق مولود للظفر بهذا التتويج إن شاء الله تتويج إن شاء الله، ونقولوا التنظيم كان 2025 إن شاء الله. التنظيم إن شاء الله يكون في صالحنا، وأنا متفائل بهذه، لأن التنظيم اللي فات كان مبهر، كانت خطوة إيجابية لتبين بأن الجزائر قادرة على تنظيم التنظيم في 2025 بإذن الله، وقادرة بإمكانية تاعها، وقادرة بكل الوسائل، وراهي عازمة باش يكون ملف ثقيل بإذن الله، وإن شاء الله تكون لصالح الجزائر بدون يعني كما يقولوا ان ادفيرسير، باسكو الجزائر أبهرت في هذه الشان بأن عندها قوة وعندها الإمكانيات وعندها كل الظروف ملائمة للتنظيم. إن شاء الله نكون في المستوى أكثر فأكثر في التنظيم كذلك، ويكون الملف تاع الجزائر يكون جيد، وان شاء الله في كان الجاي ان شاء الله تكون لصالحنا باذن الله. اكيد هذا ما نتمناوه، لانه ربما مولود بكل صراحه يعني لو نقارنوا الملف الجزائري يبقى هو الاقوى، ولكن الان الامور يعني تغيرت على داخل بيت الكاف، بعدما يعني شفنا رئيس الكاف بقى في الجزائر، وتم يعني حتى تصريحاته قال انه هذا البلد اعتبره كبيتي، انا اينما اكون في الجزائر احس اني في بيتي. شفنا بقى من اول الى اخر نهايه الشهر. شفنا انه كذلك كأس العالم للأندية لم يحضر فيها رئيس الفيفا انفانتينو، غاب عنها، وهي مسابقة تنظمها وتصر عليها الفيفا. هذا عنده أكثر من دلالة. شفنا تغيير على توقيت ومكان الإعلان عن البلد المنظم للكان، يعني هذا كذلك عنده دلالة واضحة. ولهذا يعني بهذه المؤشرات كلها توضح أنه تفسر سعي الأطراف المنافسة إلى التشويش على ملف الجزائر وتنظيمها للشان كما شفنا يعني واش حدث. ولكن نقول انه هذا التشويش وهذا محاولة المناورة في الوقت البدل الضائع مولود لن يفيد، لانه الان الكاف امام يعني الامر الواقع، واذا يعني اتخذت اي قرار يكون في غير التنظيم يكون لغير الجزائر، فهنا نظن انه مصداقية الكاف راح تضرب في الصميم، لانه الوسائل الاعلاميه اللي كانت حاضره في حفل الافتتاح ازيد من 66 دولة نقلت حفل الافتتاح ونقلت المباراة الافتتاحية اللي كان فيها حفل عالمي. هنا الكاف لو تمنح التنظيم إلى دولة أخرى بعدما كل ما حدث في الشان، نظن أنه راح تضرب مصداقيتها في الصميم.
لا هي معليش احنا ما كنا نقولوا كما نقول لك صراحه راحه، يعني كاين منافس، كاين يعني الجزائر دخلت في منافسه قويه جدا مع المنافسين الاخرين، وكما نقول لك جينا من بعيد وحتى لحقنا نلعبوا وين هاربين بكثير لتنظيم هذه الدوره. يعني حبه وكارهها من كارهها، العالم كله شاف كيفاش نظمت الشان وعرف باللي التنظيم تاع الجزائر كان قوي والمنافسه يعني مسموحه، ولكن في المنطق، في اطار رياضي، في اطار رياضي ولكن ان شاء الله. الاطراف الاخرى دائما ما تحاول تجر المنافسه الى اطار اخر، بعد اخر، تعطيها بعد اخر، يعني صبغه اخرى، تعطيها صبغه سياسيه. تعطيها صبغه يعني كما قلت احنا اظهرنا الملف تاعنا انه قوي في الواقع وعلى ارض الواقع وامام اعين الناس، ولكن اطراف اخرى تحاول ان تناور في الخفاء، وهذا هو الشيء الذي هذا غير مشروع في الرياضه. ولكن هذه المره تغيرت الامور، لانه رئيس الكاف قال لا يوجد من يملك السلطه في التاثير على قرار الكاف. هذه المره هي رساله مشفره ورساله قويه كانت من الرئيس اللي تحدث على هذه الامور. تحدث كثير، كانت اعجابه بالجزائر والتنظيم الجزائر والسلطه الجزائريه يعني من الشان هذه. مادام كاين كما قلت انت يا الاخ بوزامة، كاين مؤشرات كثيره لتدل على ان الجزائر ستنظم باذن الله في 2025 الكان ان شاء الله. يعني حتى احنا كنا الحمد لله سباقين اننا تفائلنا ويعني درسنا المعطيات انه الجزائر ستنظم كان 2025 بعد قدوم رئيس الكاف موتسيبي، يعني مباشرة بعد تعيين رئيس الجديد للفاف جهيد فيزف بعد انتخابه على رأس الفاف بعد 15 يوما. يعني قدوم رئيس الكاف إلى الجزائر وشنا تم استقباله من أعلى السلطات في الجزائر اللي هو رئيس الجمهورية الذي سهر على حسن التنظيم في الشام. يعني كل هذه المؤشرات، يعني أنا يعني توقعنا أنه ستكون هناك عودة للجزائر إلى الساحة القارية، وهو ما تم بالفعل. شفنا في الجمعية العامة للكاف أين رئيس الفاف خدا الكلمة لمدة 6 دقائق في الجمعية العامة، وهو ليس بالأمر الهين، ودخل بقوة والجميع يعني شكر التدخل ويعني أنصف القضية التي رفع من أجلها رئيس الفاف. كل هذه المؤشرات توحي أن الجزائر عادت على الساحة القارية. ونذكر أنه رئيس الكاف موتسيبي يملك حق التصويت هو كذلك، يعني بما أنه رئيس الكاف ما يمنعوش أنه يصوت، بما إضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحاديات، هو كذلك يملك حق التصويت. يعني وبقى يعني شهر في الجزائر نقولوا أن هذا مؤشر إيجابي، ربما عندنا صوت إضافي مضمون لصالح الجزائر. يعني رغم أنه إن شاء الله بعد ما ننال، وأنا متأكد شرف تنظيم كان 2025 بإذن الله، ونعود ونلتقي وإن شاء الله نكون يعني لنا شرف تنظيم. بعدها لازم على رئيس الفاف وعلى المسؤولين على النوادي وعلى المحيط الكروي، يعني بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة الذي أكد أنه بداية من الموسم المقبل راح يكون تسقيف الأجور، راح يكون إعادة نظر في طريقة تسيير النوادي الرياضية والجمعيات، يعني الملاعب تكون حاضرة إن شاء الله. نتمنى أنه كذلك التغيير يكون في الكرة المحلية هذه المرة موجود إن شاء الله. نستغلوا هذه المرحلة يعني وين الجزائر في ديناميكية جيدة. مرحلة العودة تكون كمرحلة انتقالية للتحضير للموسم المقبل، حتى نبدأ على أسس سليمة ونحطوا قاطعة مع التسيير اللي كان سابقا. يعني نشوفوا تسيير حقيقة لدى على مستوى الأندية تسيير. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس مازال ما مشاركوش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.